القضية. السلام عليكم. موضوعنا لهذه الحلقة هو الإجابة على السؤال الكبير اللي بيقول: هل لدى الشراكسة قضية؟ حتى نقدر نجاوب على هذا السؤال المهم لازم نستعرض النواحي المختلفة لتعريف كلمة القضية، من النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية، وأيضا من ناحية حقوق الإنسان. بالنسبة لموضوع مفهوم القضية، أنا في الحقيقة تعرضت لهذا السؤال عدة مرات، حتى من بعض الشراكسة المفكرين اللي أنا بعتبرهم على درجة كبيرة من الوعي. سألوني بكل صراحة، يعني هل إحنا عندنا قضية؟ أنا كان جوابي لهم أنه فعلا في قضية، والقضية الشركسية مرتكزة على عدة أسس ثابتة قوية جدا وبراهين وأدلة. بداية خليني أبدأ في تعريف علم الاجتماع للقضية. بيقول، وتسمحوا لي أقرأ: مجموعة المسائل التي لا يمكن تفسيرها إلا بعوامل خارجة عن سيطرة الفرد ومحيطه الاجتماعي المباشر، وهي في العادة تهم أكثر من مجرد فرد واحد، وتؤثر على العديد من الأفراد في مجتمع ما. تضم القضايا الاجتماعية الفقر، العنف، العدالة، الظلم الواقع على حقوق الإنسان، التمييز أو انعدام المساواة، الجرائم، وتدور في العادة حول آراء متضاربة وتوترات بين الناس الذين يتبنون وجهات نظر مختلفة. يمكن أيضا تسميتها مشكلة مجتمعية، لأن المعروف أنها تهم مجتمعا من الناس بأكمله. والقضية حسب رأي الدكتور مجدي خمش، عميد كلية الآداب بالجامعة الأردنية، حدث يهم مجموعة كبيرة من الناس، خبرة، موضوع، رؤية لها تأثير على حياتهم وفرصهم المستقبلية. يمكن للناس أن ينظموا أنفسهم للتحكم بهذا الحدث، مثل الاهتمام بالبيئة، الهجرة، التعويض، فهذه كلها قضايا اجتماعية ذات مضمون اقتصادي وسياسي، وهي تشكل قضية. احنا بالنسبة لنا كشراكس، أول تأثير اجتماعي كان تأثير كبير جدا، هو تأثير التهجير. لأنه المجتمع الشركسي كان مجتمع زراعي قبلي رعوي متماسك متناغم مع بيئته، وكانت البيئة داعمة لتطوره الاجتماعي. فأخرج هذا المجتمع بكامله من بيئته الأصلية ودفع به إلى بيئة تركيا والشرق الأدنى، سوريا والأردن وفلسطين، في حالة من الطرد القسري اللي أدت إلى إحداث ثغرة كبيرة في بنيته الاجتماعية. بالنسبة للبيئة اللي كانت سائدة في تركيا وفي سوريا وحتى في الأردن، استطاع الشراكسة أن يخلقوا مجتمع قريب جدا من مجتمعهم الأصلي، ويقيموا اقتصادهم وحياتهم على نمط زراعي متقدم، خاصة في ناحية الأردن. لما جاءوا من سبعينيات القرن التاسع عشر بدأوا ببناء عمان بعد أن هجرت مئات السنين، واستطاعوا أن يخلقوا لهم مجتمع متماسك. وعندما أتقنوا اللغة استطاعوا أن يصبحوا مكون أساسي من المكونات الاجتماعية في الأردن، وكذلك في سوريا، وكذلك في تركيا.
لذلك كان الضرر الواقع عليهم حقيقة هو ضرر ثقافي، لأنه ابتعدوا عن لغتهم وابتعدوا عن عاداتهم الاجتماعية وابتعدوا كثير عن الأدب واستعمال اللغة كتابة، لأنه اللغة تكتب بالأحرف السيريلية في روسيا، ولكن اضطروا إلى ذلك. فمن ناحية الاجتماع، علم الاجتماع هم طبعا أصحاب قضية. يقودنا هذا إلى الحديث عن ناحية أخرى اللي هي القضية من الناحية السياسية. الناحية السياسية في بلاد القفقاز وخاصة في شركيسيا إلها شقين مهمين. الشق الأول هو أنه تاريخيا كان في بلاد اسمها شركيسيا، واعترفت بها القيصرة الروسية واعترفت بها أيضا السلطنة العثمانية. والغريب في الأمر أنه كانت السلطتين يحددوا حدود بلاد شركيسيا بدقة متناهية، وكل ما قامت حرب بيناتهم ويخسرها واحد منهم يتنازل عن شركيسيا للطرف الرابح. وهكذا استمرت الأمور فترة طويلة. طبعا قد يقول قائل لماذا لم تقم للشراكسة دولة في شركيسيا بالمعنى المتعارف عليه؟ الأسباب كثيرة جدا، وهي أنه لم يهنأ الشراكسة بأي فترة من فترات الاستقرار أو السلم بسبب أطماع الدولتين فيهم من الشمال روسيا ومن الجنوب السلطنة العثمانية، واثنينهم كانوا يرغبوا في السيطرة على شواطئ البحر الأسود اللي كان فيه تحتله القوى الغربية، وأهمها إمارة البندقية اللي أقامت 39 مستوطنة تجارية على ساحل البحر الأسود. الناحية الأخرى لإثبات وجود قضية سياسية هي في الواقع مرتبطة أكثر بالاتحاد السوفيتي. عندما قرر الاتحاد السوفيتي أن يقيم 3 مناطق حكم ذاتي اللي هي قبردينو-بلقاريا أو الأديغي وتشركيسك، فعل ذلك من باب اعترافه بوجود دولة أو بوجود كيان خاص منفصل اسمه شركيسيا، ولكن بقي يعني مصر على أن يظل هذا الكيان خاضع للسلطة الروسية. فأيضا زج معه قوميات أخرى مثل البلقر في قبردينو-بلقاريا والقرشي في تشركيسك، وهدول يعني القوميتين مع كل الاحترام صحيح أنه كانوا متواجدين منذ مئات السنين في هذه المناطق، ولكن لم تكن لهم سيادة على الأرض مطلقا. هدول العنصرين الآن اللي هو الأول التعريف السياسي المحدد لحدود شركيسيا واعتراف الاتحاد السوفيتي، وفيما بعد اعتراف الدولة الروسية الحالية بهذه الجمهوريات الثلاث، تشكل قضية سياسية واضحة بأنه الشراكسة كان لهم دولة وكان لهم وجود سياسي، وأن لم تكن الدولة قائمة على الأسس المتعارف عليها يعني دوليا. أكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله.